السلام عليكم سي عبد الرحيم. كنشكروك على التدخل ديالك، وكنشكروا الاذاعه ديال ميدانه اف ام اللي جات اليوم باش دير لنا هذه الوصله الاستشاريه. بغيت نسول واحد السؤال اذا كان ممكن، بالنسبه لهذا الخلطه ديال التسمين، واش يمكن ليا تصلح ليا مع لاغاس دي بيرسو ديال بجعد لاغاس جون؟ واش يمكن لي ندير نفس الخلطه او لا هادشي كيدخل فيه البوفوار جينيتيك او بيان لو بوتونسييل جينيتيك دو لاغاس دي ستاردي؟ شكرا السي خمريش على السؤال. في الحقيقه سؤال وجيه جدا وتقني جدا، لان الانواع اللي عندنا ديال الغنم اللي في المغرب عندنا 5 اللي مهمين. عندنا البجعديه والسرديه وتيم حضيت وبنيقيل، وعندنا الدمانيه، ولكن الدمانيه تعطي الاولاد اكثر من انواع اخرين. وهذه المساله راجعه جينيا بان الكروموزوم ملي تيتلاقى في ديك القنت ديالو الوسط تيتسمى له سونترومير، هذوك الخاصيات اللي ديال الوزن تيتواجدوا في الاخر ديال لو جين وتيدوزوا دغيا في لا جينيتيك. ولكن لي كاليتي مثلا العدد ديال الولاد ولا شيء بحال هذا تيكونوا قريبين لو سونترومير، وبالتالي بالجعديه يصدق فيها، مثلا السرديه يصدق فيها، بليكيل يصدق فيها، سميتها تيم حضيت تصدق فيها. ولكن الدمانيه عندها الخاصيه ديال الولاد اكثر ما عندها. ولكن ملي تنحسبوا عدد الولاد تعطي 3 الولاد دير لهم الكواله ديالهم وغادي تبين في نفس الوقت ثاني بان تيرجع الوزن. اذا بجعد كون هاني بان تطلع مزيان، وسيتي الراس مخيه وهي تتشبه الميرينوس وتتشبه اللاكون. سي عبد الرحيم الله يجازيك بخير، واحد السؤال بالنسبه لهذه التجربه هذه، واش منا لقدام مثلا السنه الماجيه غادي يكون واحد الدعم لبعض الفلاحه اللي هما مثلا في المنطقه، مثلا 2 ولا 3 في ولاد عبدون، 2 ولا 3 في بني خلاف، القفاف مثلا، المنطقه ديال خريبكه، اش يكونوا فيها واحد 10 ولا عدد ديال التجارب، نشوفوا حتى بالنسبه للارض واش هاد الارض غتصلح فيها هذا الغلم ولا لا، ولا هذه اللي صلحات احسن. شكرا السي الحاج على السؤال ديالك. وهذا السؤال هذا هو في الحقيقه فيه عده متدخلين، فيه لانوك، فيه المديريه الجهويه ديال لونكا، فيه المديريه الجهويه ديال الفلاحه، فيه مجموعه ديال المتدخلين. وبالتالي اذا هذا سؤال موجه لهم جميعا. وماذا بينا انا اللي تيهمني وهو بان نجحت عندك التجربه، ومن نجحت عندك التجربه كاينه رغبه ديال الفلاح باش مثلا يتزاد هذه التجارب. وهذا سؤال حنا بروسنا ماذا بينا نديروا عند الناس كلهم باش يمكن نعموا التجربه على الجميع. اذا هذا سؤال مطروح للجميع ويعاونونا. انا ماذا بيا مثلا يداروا تجارب كثيره، وماذا بيا يستافدوا الناس، وماذا بيا اقتسام المعلومه مهم، وماذا بيا التكوين، لان التكوين هو اللي اساسي. سميتي زكيوار عبد الرحيم، مهندس دولة اختصاصي في تربية المواشي بمركز الاستشارة الفلاحية الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية بخريبكا لونكا بصفة عامة. هاد التجربة هذه درناها عاد السي بنور اللي تيتواجد في الدائرة الترابية ديال جماعة ولاد عبدون، ودرنا على 15 خروف. وكما لاحظتوا بأن تنوزنوا الخروفات للخرفان كل 20 يوم على مدة تقريبا واحد 100 يوم، 5 الوزنات. خلالها عرفنا بشحال البهيمة واش تزاد ولا ما تزادش. إذا ملي درنا العلف ديالنا، العلف كنا درناه على 3 مراحل. درنا المرحلة الأولى محاربة الطفيليات هي الأولى الداخلية والخارجية. المرحلة الثانية هي مثلا العلف ديال التأقلم. والمرحلة الثالثة تنحطوا اللحم، خلطة ديال اللحم. والمرحلة الرابعة هي تنحطوا الشحمة. وبالتالي اذا كان الوزن واحد تقريبا 350 غرام في النهار، مثلا في عوض اللي كان هو تيدير 200 غرام في النهار.
والاساسي بقولنا هذا الشيء كل شيء، وهو بان الفلاح يوعى بان ديك التجارب اللي تيخدم هو بطريقته يعني ما تعطيش واحد النتيجه احسن من التجربه، وهذا هو اللي اساسي هو اللي مهم. فلهذا تنطلبوا من الفلاح وتنطلبوا من الاداره ديالنا باش تعمم هذه التجربه على نطاق واسع، وباش مثلا يكون الربح والمنتوجيه يعني ولا المستهلك في المتناول. اذا هذا بصفه عامه هذا هو الهدف الاساسي ديال التجربه. بالمور احمد منطقه ولاد عبدون لعلاجها كنشكروا السي زقيوار عبد الرحيم وايوب سي حسن سي الاطلسي اللي تبعوا معنا هذه المساله هذه من اتل زاد من الاول حتى الاخر، من التخليطه من المراقبه من الماء من 20 ساعه كتعطيوهم، يعني كنشكروهم بزاف وكانت نتيجه ايجابيه. يعني كان عندنا مثلا الغلم كتزاد واحد 350 غرام في النهار حتى 370، يعني كانت نتيجه ممتازه الحمد لله. وانتم الشورى الميزان عندنا كل 20 يوم تنعبروا، اللي ما تزادش كنخرجوه لبرا لعند الغلم اخرى، فهمتيني؟ كنخرجوه لان خصو الحولي يتزاد، خصو يكون عايش واحد حتى من كيتبعوا معنا حتى الله يجزيهم بخير، حتى الهواء واش مهوين، واش ناقصهم الصهد، واش ناقصهم البرد، واش هذا يعني الله يجزيهم بخير. كملوا معنا داكشي من اتل زاد.